احفظوا هاي الأكلة راح تفيدكم بأفكار الفطور برمضان، سهلة وسريعة وكلش طيبة، تتحضر بجذر واحد بس وب10 دقائق. اسمها ماسالا بتر تشيكن، يمكن هاي أطيب أكلة هندية، وأهم شي نمطرها بالليمون. كلش طيبة والكل راح يحبوها، جربوها. بالبداية نحتاج كمية زينة من صدور الدجاج، عصير ليمون، فص ثوم، مجموعة بهارات وأكيد راح أكتبها. بطل الوصفة والمكون الأساسي: نص كوب لبن أو زبادي وننزله عليهم. نسد اللبن لأن راح نحتاجه بهواي استعمالات. هسه نخلط. تتبيلة الدجاج صارت عندنا جاهزة، كلش سهلة وبسيطة وما يحتاج لها تعقيدات. طاوة وننزل بيها شوية زبدة، نذوب الزبدة، مباشرة ننزل صدور الدجاج بالطاوة ونحمسها كلش زين. نحمس الدجاج كلش زين وعلى الوجهين. بس ينحمس الدجاج كلش زين نشيله من على النار. بنفس الطاوة ننزل زبدة، قصدي تعوفها بنفس الطاوة حتى تنطينا كل النكهات. وننزل بصل، حبة طماطم مقطعة، فلفل، ننزل عليهم 7 بهارات، شوية فلفل أسود والملح. نختمها بخاشوقة معجون كبيرة. ننطيهم حمسة سريعة وننتظر هاي الخضروات كلها تذبل. بعد ما ذبلت عندنا الخضروات نرفعها من النار وننزلها بقلاصة البلندر. هاي هي كل هاي المكونات اللي حمسناهم، ننزل عليهم نص كوب مي بالمهراسة. هسه نهرسهم. الحلو بالموضوع الطبخة كلها بطاوة واحدة. ننزل الخليط اللي هرسناه، وقلت لكم عفوا اللبن على صفحة لين نحتاجه. نص كوب لبن وننزله عليهم. هذا اللبن من كاله كامل الدسم، كلش طيب ويرهم لكل الاستعمالات. زبادي 7 من كاله، شكله تغير بس بقى نفس الطعم. نخلط الخليط كلش زين ونتركه يتسبك شي دقيقتين. بس يتسبك عندنا الخليط ننزل عليه الدجاج. نزل الدجاج بهذا الصوص، رشة معدنوس ونتركه 5 دقائق يتسبك.